هي حورية البحر حقيقية ولا أسطورية؟ اسمع القصة. كائن نصه العلوي بني آدم وغالبا أنثى، عروسة البحر، والنص السفلي زعنفة سمكة. الحكايات عنها مختلفة وكتير من مكان للتاني. في اللي بيقولك كائن طيب وجميل وبيساعد البحارة، وفي اللي بيقولك إنها بتغوي البحارة وتاخدهم للغرق. والفكرة ظهرت من زمان في أساطير الإغريق وحكايات المناطق الساحلية. حتى الناس دي لو بتقول أي كلام هيجي لها الفكره منين؟ على فكره صديقي، الناس اللي بتغطس على اعماق زي الغوص التجاري واللحام وكده ياما شافوا كائنات ماشيه شبه البني ادمين بس من غير ملامح، وقصص كتير. لو عندك حد صاحبك اساله. عروسه البحر احنا فعلا صممناها لدرجه اللي بقى فيه كورس ليها ولبس كمان. انت يا صديقتي تلبسيه وتنطلقي في المحيط. والله يا صديقتي ما في عروسه بحر زيك. حريه البحر لحد وقتنا هذا مجرد قصص خياليه. مين عالم، يمكن يكون في حاجه فعلا كده في عمق كبير او مش بتطلع الا قليل. وربنا قال ويخلق ما لا تعلمون. انت تفتكر يا صديقي في عروسة بحر ولا لا؟ وهل مستقبليا ممكن تظهر؟ انا بالنسبة لي ممكن.